حكيم زياش هناك خطا كان هناك تدخل محاوله بلال الخنوس ولكن استرجاع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تابعوا المحاوله وبوفال فرصه وبوفال هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذه الفرصة. حكيم زياش خطا الكره بشكل ممتاز. انطلاقه كان تمريره كان خطا على مستوى التمرير بلال الخنوس ثم استرجاع الكره. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي تمريره ممتازه ثم خطات الكره لسفيان بوفال. ما زاد ما نقص وضع الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه واللي خلى ما كاين اي رده فعل لويفرتون. تابعوا هذه المحاوله. سفيان بوفال يضع الكره في الشباك وفرحه كبيره للاعبين المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد. سفيان بوفال خطا الكره بشكل ممتاز ولانه كان عاطي الحارس المرمى في الصدر الظهر عفوا فما تمكنش ويفرتون من ابعاد الكره. هدف اول وهدف مستحق لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا تغيرت النتيجه هنا العبيد غانم سيس الذي يتدخل ويبعد الكره في الوقت اللي مشات الكره لدوس سانتوس اللي دخل منذ قليل. كانت المطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف انصيري. خطيره وهدف. هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره وفرحه كبيره للاعبي المنتخب البرازيلي. العوده في نتيجه هذه المباراه. سنتابع مره اخرى. كان خطا على مستوى التمرير. استرجاع الكره من طرف لوكاس. تسديده طرف اللاعب والعبيد كاسيميرو اللي كيوضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. اذا كاسيميرو كارلوس لاعب فريق مانشستر يونايتد لاعب سابق لساو باولو ولبورتو ولفريق ريال مدريد. اذا اصبحت النتيجه الان هدف ليميتي بين المنتخبين. لاحظوا الفرحه كذلك ديال رامون مينيزيس مدرب المنتخب البرازيلي. فرصه نصير مزراوي امكانيه تمرير داخل منطقه الجزاء. رفعت كره فرصه وراسيه كانت راسيه والمحاوله اخرى. يحيى عطية رفع الكره. فرصه هدف هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقه رابحه. من حقك تفرح. من حقنا جميع نفرحوا يا وليد. من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره بحضور كل الاجيال تحضر لمتابعه هذه الملحمه امام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل افريقيا والعرب. تابعوا المحاوله ممتازه. تمريره والعرضيه داخل منطقه الجزاء. طلعت الكره للاعب عبد الحميد الصابري بعد تمريره من يحيى عطية الله. تسديده قويه تعانق الشباك الحارس ويفرتون. والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من انه ينتزع مره اخرى تقدم امام منتخب البرازيل. تابعوا المحاوله. قطعت الكره في البدايه للاعب وليد شديره ولكن عبد الحميد الصابري هو من تمكن من التسديد. قوه لعبد الحميد الصابري يضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي.